عمرك وقفت قدام الراوتر في بيتك وسألت نفسك الإنترنت ده جاي منين؟ مين اللي بيبعت وهل في دولة واحدة هي اللي متحكمة في الإنترنت؟ لو كنت فاكر إن الإنترنت جاي من أمريكا أو من مصدر واحد فاستعد تراجع كل اللي كنت عارفه. الإنترنت مش سلك متوصل من بلد لبلد وبس، ده نظام ضخم جدا أعقد بكتير من اللي الناس متخيلين. بس قبل ما نغوص في الحكاية دي خليني أقولك اللي هتعرفه النهاردة هيغير نظرتك للإنترنت بالكامل. بس قبل ما نبدأ، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك وشير للفيديو. أغلب الناس لما تيجي تسألهم أنت بتجيب الإنترنت منين، هتسمع نفس الجملة بتتكرر: من الشركة اللي أنا متعاقد معاها. وبيكملوا بمنتهى الثقة: الشركة بتبعت الإشارة من عندها للراوتر اللي في بيتي. طيب لو الشركة دي بتبعت لك أنت الإنترنت، مين اللي بيبعته للشركة نفسها؟ بعض الناس هيردوا بسرعة ويقولوا من المصدر الرئيسي بتاع البلد، لأن في ذهن ناس كتير الإنترنت جاي من بلد واحدة ماسكة زمام الأمور. بس في ناس متخيلة إن في زرار لو حد ضغط عليه الإنترنت هيختفي من العالم كله. الفكرة دي منتشرة جدا، ويمكن تكون أنت نفسك كنت مقتنع بيها في وقت من الأوقات. بس الحقيقة مختلفة تماما. الإنترنت مش كيان مملوك لدولة واحدة، ولا في مركز واحد في العالم ماسك كل حاجة. الإنترنت شبكة هائلة من أماكن وشركات ودول، كل واحد فيهم جزء من المنظومة. مفيش جهة وحيدة بتبعت الإشارة للجميع، كل طرف بيساعد التاني علشان الشبكة تشتغل. يعني باختصار، الإنترنت مش نهر بيجري من مصدر واحد، لكنه بحر مفتوح الكل بيساهم فيه. لو اتقطعت الشبكة في مكان، الشبكة بتلاقي طريق تاني، وده اللي بيخلي الإنترنت مختلف عن أي نظام تاني في العالم. لو رجعنا بالزمن ورا شوية، هنكتشف إن قصة الإنترنت بدأت من زمن طويل. في الخمسينيات في قلب أمريكا كان في فكرة بسيطة جدا: إزاي نربط أكتر من جهاز ببعض علشان يقدروا يتبادلوا المعلومات. وقتها كانت أمريكا عايزة نظام يشتغل حتى لو قامت حرب، يعني لو اتدمرت وسيلة الاتصال تفضل الشبكة شغالة من طريق تاني. وعلشان كده وزارة الدفاع الأمريكية أسست وكالة أبحاث متقدمة. الوكالة دي كان اسمها أربا. هدفهم الأساسي كان واضح: يبنوا شبكة تجريبية تربط أجهزة كمبيوتر ببعض. وبعد مجهود كبير سنة 1969 قدروا يحققوا أول خطوة في الحلم ده. ربطوا جهاز كمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس بجهاز تاني في معهد ستانفورد. الرسالة اللي اتبعتت بينهم كانت بسيطة جدا، لكنها كانت لحظة ميلاد عصر جديد. الشبكة الصغيرة دي كانت اسمها أربانيت، ودي كانت أول شبكة بالشكل اللي نقدر نسميه بداية الإنترنت. وقتها محدش كان يتخيل إن المشروع العسكري الصغير ده هيتحول مع السنين لأكبر شبكة اتصال عرفها الإنسان. لكن الأهم من كل ده، إن الشبكة من أول يوم ما كانتش مملوكة لجهة واحدة. الاتنين اللي اتواصلوا كانوا شركاء، مفيش حد فيهم المصدر والتاني المستقبل. وده كان أساس الفكرة كلها: شبكة مشتركة الكل فيها طرف. في اللحظة اللي أول جهازين اتوصلوا ببعض كان في سؤال مهم بيظهر من غير ما حد يقوله: يا ترى الشبكة دي ملك مين؟ هل هي ملك الجامعة الأولى ولا المعهد التاني ولا الحكومة اللي مولت المشروع؟ لو فكرت فيها بعقل هتلاقي إن مفيش إجابة واحدة. الجامعة محتاجة المعهد علشان تستقبل وتبعت، والمعهد كمان محتاج الجامعة لنفس السبب. الاتنين مرتبطين ببعض والاتنين مصدر في نفس الوقت. من هنا نقدر نفهم حاجة مهمة جدا: الإنترنت ملوش مصدر واحد بيتحكم فيه. مفيش مركز يبعت الإشارة للعالم ولا دولة معينة ماسكة المفتاح. الإنترنت شبكة مترابطة، كل نقطة فيها بتغذي غيرها. كل جهاز وكل سلك وكل سيرفر بيساهم في استمرار المنظومة. الفكرة دي هي اللي خلت الإنترنت مختلف عن أي نظام تاني. لو كان مصدره مكان واحد كان سهل يتقطع أو يتوقف، لكن لأنه شبكة من آلاف وأحيانا ملايين النقاط بيكمل حتى لو جزء منها وقع. وده سر قوته وسر صموده لعشرات السنين من غير ما ينهار. يعني لما تقول الإنترنت جايلي من المصدر، فأنت في الحقيقة بتتكلم عن شبكة ضخمة كل طرف فيها بيلعب دور. والراوتر اللي عندك في البيت مجرد محطة صغيرة في الطريق الطويل ده. تخيل معايا خريطة ضخمة جدا، خطوط كتير ماشية بين القارات والدول. الخطوط دي مش رسمة، دي كابلات الإنترنت اللي بتربط قارات العالم ببعض. الإنترنت عبارة عن شبكة عملاقة بتربط العالم كله ببعضه. مفيش فيها دولة واحدة بتتحكم، لكن كل دولة عبارة عن نقطة في الشبكة. أغلب الربط بين الدول بيكون عن طريق كابلات بحرية ضخمة، كابلات بتعدي تحت المحيطات والبحار وبتسافر آلاف الكيلومترات في صمت. بعض الدول بتستخدم أقمار صناعية كوسيلة تانية للربط، لكن الكابلات البحرية هي الأساس في تشغيل الإنترنت حول العالم.
الكابلات دي مش مجرد أسلاك، دي شرايين بتجري فيها كل البيانات اللي بنبعتها ونستقبلها كل ثانية. بتمشي وسط الصحاري وتحت الجبال وتغوص في أعماق البحار، وفي النهاية بتوصل لسيرفرات ضخمة بتتكلم بلغة موحدة علشان الأجهزة تفهم بعض. وبالطريقة دي بيحصل تبادل سلس للمعلومات بين أي مكانين على الكوكب. ولما الكابل الرئيسي يدخل جوه حدود أي دولة بيتفرع جواها، شركات الإنترنت الكبيرة بتستلم الفروع دي وتقسمها على مناطق مختلفة. ومن هناك بيبدأ الإنترنت يتوزع على البيوت والشركات لحد ما يوصل للراوتر اللي عندك. يعني ببساطة أنت مش بتستقبل من مكان واحد، أنت متصل بعالم كامل. لو خط في مكان اتقطع الشبكة بتلف وتعدي من طريق تاني. وده السبب اللي بيخلي الإنترنت يفضل شغال حتى في الظروف الصعبة. السر مش في جاي منين، السر في ازاي مربوط. في ناس كتير عندها اعتقاد ثابت إن الإنترنت مربوط بمكان واحد، وكأن في مركز كبير في العالم هو اللي بيغذي الشبكة كلها. وبيتصوروا إن لو المركز ده اتقفل الإنترنت هيقف في كل مكان. بس الحقيقة مختلفة تماما. لو أي دولة أو جهة خرجت من المنظومة الشبكة هتكمل عادي. الإنترنت مبني على فكرة الانتشار مش التحكم من نقطة واحدة. لو جزء من الشبكة اتعطل البيانات بتدور على طريق تاني علشان توصل. تقدر تتخيله كأنه شبكة طرق كبيرة، لو شارع اتقفل السيارات بتلف من طريق بديل. نفس الفكرة بتحصل على مستوى عالمي. لو خط معين وقع الشبكة بتعيد توجيه الإشارات من خلال مسارات تانية. يعني لو في شخص في بلد بيتواصل مع شخص في بلد تانية، الاتصال ما بيمرش على مركز محدد، هو بيمشي في شبكة مرنة مفتوحة بتتكيف مع أي ظرف. لو محطة في النص وقعت الشبكة بتكمل من غيرها. وده واحد من الأسباب اللي خلت الإنترنت يصمد قدام حروب وكوارث طبيعية وانقطاعات ضخمة من غير ما ينهار. الناس بتفتكر إن لو منصة أو موقع كبير وقف يبقى الإنترنت فصل، لكن اللي حصل فعلا إن جزء صغير من الاستخدام اليوم اختفى، مش الشبكة كلها. الإنترنت أكبر بكتير من أي موقع أو شركة أو منصة. وده معناه إن مفيش كيان واحد يقدر يتحكم فيه أو يفصله عن باقي العالم. يعني لو بكرة منصة كبيرة خرجت من الشبكة، ملايين الأجهزة هتفضل متصلة، ملايين المواقع هتشتغل عادي، والمحادثات هتفضل شغالة، والبيانات هتفضل تتنقل بين الناس في كل حتة. اللي هيتغير بس إنك مش هتقدر تدخل على نفس المنصات اللي كنت بتفتحها دايما. لكن الإنترنت مش هيفصل. الإنترنت مش مجرد كابلات تحت البحر أو سيرفرات في أبراج. الإنترنت منظومة ضخمة مترابطة فيها ملايين العقد والأجهزة اللي بتشتغل مع بعض. يعني لو مجموعة صغيرة من الأجهزة خرجت من الشبكة الباقي بيكمل عادي. وده بيوضح إن قوة الإنترنت مش في مكانه لكن في انتشاره. تقدر تتخيله زي خلية نحل ضخمة، كل نحلة لها دورها الصغير، ولو نحلة اختفت الخلية بتفضل شغالة. كمان في آلاف مراكز البيانات المنتشرة حوالين العالم، كل مركز بيساهم في تخزين ونقل البيانات. فلو واحد من المراكز دي خرج من الخدمة، الشبكة بتوزع الضغط على مراكز تانية فورا. الأمر كله بيتم في أجزاء من الثانية من غير ما المستخدم العادي يلاحظ أي حاجة. الشيء الجميل إن التكنولوجيا دي مش معمولة بس علشان السرعة، لكن معمولة علشان الصمود. يعني حتى في أسوأ الظروف الإنترنت يفضل شغال. وده بيحصل فعلا في حالات كتير، زي الزلازل والفيضانات أو حتى الهجمات الإلكترونية الضخمة. الناس بتتفاجئ إن المواقع اللي بيستعملوها رجعت تشتغل بسرعة، لكن الحقيقة إن الشبكة نفسها عمرها ما وقفت. لو تخيلت بلحظة ما جهة واحدة حاولت تتحكم في الإنترنت، مش هتعرف ببساطة، لأن الإنترنت عبارة عن أبواب لا نهائية متوزعة في كل مكان. وده اللي بيخليه يتكيف مع أي تغيير. الناس هتفضل تتواصل، والمعلومات هتفضل تتنقل، والمواقع اللي مبنية على خوادم مستقلة هتفضل شغالة عادي. وفي حاجة تانية بتخلي الشبكة أقوى. كل يوم بتزيد أعداد الأجهزة اللي بتدخل فيها، من موبايلات وكمبيوترات لحد أجهزة ذكية في البيوت. كل جهاز جديد بيتحول لعقدة صغيرة بتقوي الشبكة أكتر. في النهاية الإنترنت مش جهاز في مكان معين تقدر تفصله عن العالم بضغطة زر. الإنترنت شبكة ضخمة بتتكون من ملايين الأجهزة والكابلات والسيرفرات، كل نقطة فيها بتغذي التانية. وده اللي بيخليه يفضل مكمل من غير ما يكون ليه مالك. لو جزء من الشبكة وقع الباقي بيفضل شغال. ولو دولة كبيرة خرجت من الشبكة العالم هيكمل عادي، لأن الإنترنت مش مربوط بمكان، لكنه مربوط ببعضه. المنصات المشهورة اللي بنستخدمها كل يوم ما هي إلا جزء صغير من الصورة. الإنترنت أوسع وأكبر بكتير من فيسبوك أو يوتيوب أو أي منصة أخرى. في الآخر لما تبص للراوتر اللي في بيتك افتكر إنك مش متصل بخط واحد، أنت متصل بالعالم كله. شبكة من ملايين الأجهزة بتشتغل في تناغم من غير ما تكون ملك لأي جهة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. شاركونا رأيكم في التعليقات. إيه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟
ولو عندكم موضوعات غريبة أو أسرار تاريخية عاوزيننا نحكيها اكتبوها في التعليقات. ولو لسه جديد في القناة ادخل شوف الفيديوهات القديمة هتلاقي مواضيع كتير هتعجبك. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.